أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة صالح. النهاردة جايين نحكي عن واحد من أهم وألمع نجوم السينما المصرية، الفنان اللي خلانا نضحك ونبكي ونعيش معاه لحظات كتير، الفنان الكبير حسن يوسف. نرجع شوية لورا ونحكي عن بدايته، حياته وأبرز أعماله اللي خلت اسمه يتكتب بحروف في عالم الفن. اتولد حسن يوسف في القاهرة في حي السيدة زينب سنة 1934. طبعا الحياة في الفترة دي كانت مختلفة تماما عن دلوقتي، مفيش تكنولوجيا ولا سوشيال ميديا، فكان النجاح في عالم الفن بيحتاج مجهود وصبر. حسن حب التمثيل من وهو صغير. حسن يوسف بدأ مشواره الفني في الخمسينات من أول أدوار بسيطة لحد ما بقى بيمثل مع كبار النجوم زي سعاد حسني وعبد الحليم حافظ وغيرهم. في البداية كان بيدخل أدوار بسيطة، لكن مع موهبته اللي كانت ظاهرة ده خلاه يكمل طريقه ويشتغل على نفسه. ولما بدأ يظهر ويتميز اشتغل مع مخرجين كبار زي حسن الإمام وصلاح أبو سيف. حسن كان له حضور قوي ومعاه شخصية محبوبة، أطلق عليه الولد الشقي. اتجوز في بداية حياته من الفنانة لبلبة سنة 1964، واستمر زواجهم 8 سنوات، وحصل الانفصال سنة 1972، وبعدها اتجوز من الفنانة شمس البارودي، واللي استمر الزواج إلى أن توفاه الله. الفترة الذهبية لحسن يوسف كانت في الستينات والسبعينات. قدم أفلام خلت اسمه يخلد في عالم الفن زي شفيقة القبطية والتلميذة وزقاق المدق، وطبعا ما نقدرش ننسى أدواره في أنا حرة وفي بيتنا رجل والخطايا والسيرك. وفي مرحلة من حياته بدأ يتجه إلى الأعمال الدينية، ونجح في تقديم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل إمام الدعاء، وكمان قدم مسلسل الإمام المراغي. حسن يوسف بطريقته التلقائية وضحكته المميزة أثر في أجيال كتير رحمة الله عليه. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة صالح.